يا مساء الفل عليكم وحلقة جديدة من الكتابة فكرة. وحلقة النهاردة هي مراجعة بدون حرق لفيلم إزمة لأحمد داوود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، وجيسيكا حسام. التأليف والإخراج لمحمد صادق. ودي الميزة اللي هتكلم عنها بعدين، وهنتكلم مع بعض عن رسائل الفيلم اللي مخلياه بالنسبة لي فيلم مليان مشاعر. الفيلم مأخوذ عن رواية إزمة للكاتب محمد صادق، وأحداثه بتدور حوالين عيسى الشواف اللي في يوم عيد ميلاده 36 بتظهر له سيرة صديقته القديمة من ماضيه، وتديله هدية كان هو نفسه اللي طلب إنها تديها له في عيد ميلاده 36، واللي بتكون عبارة عن فيديوهات صورها عيسى لنفسه وهو عنده 18 سنة، وبيتكلم فيها مع شخصيته وهو عنده 36 سنة، وبيشوف إيه اللي اتغير فيه. وبتطلب شخصية عيسى الصغير من عيسى الكبير إنه يحل ألغاز، وكل لغز هيلاقي فيه كنز هيفرق في حياته. ولأن عيسى كان ناسي الفيديوهات دي وكان في حالة نفسية سيئة، فبيرفض في البداية، ومع ضغط سيرة بيقرر إنه يخوض الرحلة دي عشان يكتشف إيه اللي اتغير فيه في ال 18 سنة اللي عدوا من حياته، وإيه اللي خسره. هل عيسى هيكمل الرحلة للآخر؟ وإيه اللي هيكتشفه في نفسه؟ ده اللي بنشوفه في الأحداث. بداية كده، أول حاجة هقولها إن الفيلم ده أكتر فيلم مظلوم في أفلام العيد، لأنه ما خدش حقه في الكلام والنقاش، على الرغم من إنه أكتر فيلم مختلف وأكتر فيلم يتقال عليه فيلم سينما بجد. أنا ما قريتش الرواية، وده كان مخوفني إن ما أقدرش أتواصل مع الفيلم كفاية، بس كتابة السيناريو من محمد صادق كانت ذكية في إنها عرفت تنقل العالم بتاع الرواية للفيلم، بحيث إنك سواء قريت الرواية أو لأ فأنت هتلاقي نفسك عرفت تدخل العالم بسهولة جدا. صحيح شخصيات العالم بتاعنا قليلة، بس كل شخصية موجودة محطوطة في مكانها الصح لهدف. حتى شخصية والد عيسى ووالدته احنا تقريبا شفناهم في مشهدين أو 3، بس ده كان كفاية جدا إنك تحس من خلال المشاهد دي بالمشكلة اللي بيعاني عيسى منها من أهله. عشان كده بقول الشخصيات رغم إنها قليلة بس ظهورها كان مؤثر. من ناحية تاني، رسم الشخصيات بقى كان كويس قوي، خصوصا شخصية عيسى وسيرة، لأنك بتشوفهم وهم صغيرين وهم كبار. شخصية عيسى مكتوبة حلو وتفاصيلها واضحة من صغرها، حتى لو الشخصية وهي صغيرة كانت مرحة أكتر من الكبيرة، بس رسم الشخصية كان واضح فيه إيه الجزء اللي ممكن يخليها تتحول للحزن أما تكبر. فالسيناريو أرسى قواعد للشخصيات خلاك تفهمها. وشخصية سيرة كمان مكتوبة حلو. في وقت طويل هتقول طب سيرة دي دورها ايه في حياة عيسى؟ والحقيقة الفيلم ما سابش ده بدون إجابة. انت بتلاقي إجابات الأسئلة بتظهر من كلمة أو من تصرف أو حتى من لقطة في الماضي. التدرج بتاع شخصية عيسى كان منطقي، من الرفض التام لفكرة انه يشوف الفيديوهات لحد ما ابتدى يوافق بالعافية ويتفرج عليها كمجاملة لسيرة، لحد ما بتبتدي تحس مع الوقت انه هو اللي عاوز يكمل. والسيناريو حط في النقطة دي مشهد ذروة قوي خلاك تشوف التباين اللي حصل في شخصية عيسى ابتدى ازاي ووصل لإيه. والحقيقة ده اتعمل بشكل حلو ومؤثر جدا. وبصراحة من مميزات الفيلم انه ما كانش بيبتزك عاطفيا عشان تعيط. انت هتتأثر كتير قوي، بس الفيلم مش بيفورس ده، لا ده بيحصل بهدوء شديد، من غير مونولوجات طويلة، من غير مشاهد عياط مبالغ فيها. انت بتدخل الحالة وبتعيش فيها، والفيلم نجح في ده جدا. انا اترميت من فوق منعطف مشاعري 3 مرات، وانت مش بتترمي من منعطف مشاعرك، انت بتترزع على الارض فتفضل تعيط، وكل ما تبتدي تهدى يقوم مديك واحدة تاني تخليك تعيط تاني، وده برضه من غير ما تحس ان الفيلم كئيب. الفيلم ما حولش العياط لحالة من الكآبة على قد ما هي حالة من التأثر وساعات الغضب. وفي الاخر عمل حاجة ممكن تكون جديدة بالنسبة لي، انك تعيط من الفرحة. مش فاكر فيلم قبل كده خلى الناس تعيط من الفرحة الصراحة. ده بقى كله متضفر مع أداءات تمثيلية هايلة. أحمد داوود خد الشخصية بشكل تدريجي حلو جدا وحسسني بكل مشاعرها بمجرد نظرات عينه، واستخدامه لأداة العين في التمثيل دي حياة. تمثيل من غير نظرة عين معبرة بيبقى ميت، وهو تمثيله كان مليان حياة. سلمى أبو ضيف زي ما بقول عليها في كل مرة بقى عندها ذكاء في الاختيارات، وبتقدر في كل شخصية تعملها تديها حقها من غير مبالغات. بسنت شوقي عملت أداء كويس جدا لشخصية أسماء، رغم ان الشخصية مش سهلة، من الشخصيات اللي تبقى محتار تتعاطف معاها ولا تكرهها قوي، وهي نقلت التباين ده اني ما قدرتش اكره الشخصية ولا قدرت احبها، فده راجع لأدائها. حمزة دياب وجيسيكا حسام من ساعة ظهورهم في كامل العدد وانا بحب تمثيلهم لانه دايما طبيعي وهادي. حمزة دياب عمل شخصية عيسى الأصغر وكان قادر يعكس التغيير اللي حصل في الشخصية، وجيسيكا حسام في دور سيرة الصغيرة نقلت إحساس سيرة وحزنها وحيرتها في مشاعرها، وده في أكتر من مشهد، والاتنين مع بعض كثنائي كانوا متناغمين جدا. سوسن بدر عملت ظهور جميل وهادي جدا، وبالمناسبة المشاهدين اللي ظهر فيهم محمد فراج كضيف شرف عمل فيهم أداء هايل. ده اسمه ضيف شرف تقيل، ده اسمه ضيف شرف أضاف للعمل. اما اروح للاخراج، اول حاجه هقولها ان احسن حاجه اتعملت ان مشاهد عيسى الصغيره وسيرة الصغيره جبنا ممثلين صغيرين، ما حاولناش نعمل فلترات ولا اي حاجه، وده كان قرار ذكي.
برضو من القرارات الذكية في الفيلم إن إحنا ما رحناش لحتة الكوميديا خالص، ما حاولناش نعمل أي مشهد كوميدي أو إفيه لتخفيف الأجواء، لأن الموضوع كان هيبقى بعيد جدا عن الفيلم ومش هيبقى متماشي مع الفيلم خالص. فدي حاجة الصراحة احترمتها، لأن معظم الأفلام بتحاول إن هي تحط كوميديا بالعافية، كأن لو مفيش كوميديا الناس مش هتتفرج. لا والله الناس اتفرجت وانبسطت من غير كوميديا اهو. عامة بقى بصراحة أنا اتفاجئت جدا بإخراج محمد صادق. الفيلم على درجة عالية من الإتقان في الإخراج، وفي مشاهد كتير قدر ينقل لي الأحاسيس المختلفة من غير كلام، واتعملت حلوة قوي. كمان المشاهد اللي بيتنقل فيها بين الماضي والحاضر زي مشهد رقصة عيسى وسيرة، المشهد معمول حلو قوي. مشهد أخته وهي بتغني وانت عمال تتنقل من وهي صغيرة بتغني وبتشوفها وهي كبيرة وهي بتجاري الفيديو بتاعها وهي صغيرة لحد ما تقدر تغني معاه. وكمان مشهدين قرب النهاية، كلها مشاهد اتعملت حلوة قوي إخراجيا. محمد صادق عمل تفاصيل هايلة في الإخراج، خصوصا في المشاهد اللي ما بين عيسى الصغير والكبير، ودي الميزة اللي أنا قلت عليها، إن محمد صادق هو مؤلف الرواية. محمد صادق أما كتب الرواية تخيلها، وهو اللي كتب الفيلم، وبالتالي هو كان قادر ينقل خياله في التفاصيل الإخراجية كلها وهو بيخرج الفيلم، علشان يحاول ينقل خياله كصورة سينمائية نشوفها. وزي ما قلت كان موفق جدا في ده طول الوقت، بالذات في مشهد المواجهة الأخيرة. وكل ده كان متوافق مع استخدام الموسيقى التصويرية لمينا سامي، اللي بعتبرها عنصر مهم جدا في الفيلم. موسيقى مناسبة جدا لأجواء الفيلم، وكانت قادرة تخليك تدخل أكتر في مود الفيلم وتعيشك فيه. الموسيقى كانت عنصر بيكمل الصورة والتمثيل، إنه يعيشك الحالة قوي، وده مش جديد على موسيقى مينا سامي. فالموسيقى فعلا حلوة وتعلق معاك. أنا خرجت من السينما لقيتها لسه معلقة في ودني وبدندنها. الفيلم برضه فيه شوية سلبيات، لكنها حاجات بسيطة، زي إني ما حسيتش إننا فهمنا أبعاد العلاقة بين عيسى وطليقته كانت إزاي، ولا عرفنا بالتحديد إيه اللي حصل وهم متجوزين. عدينا على المنطقة دي بسرعة شوية. وبرضه من السلبيات إن في الأول الريتم كان هادي شوية زيادة عن اللزوم في بداية الفيلم، نتيجة إننا بنحاول إن إحنا نعيش مع موضوع الفيديوهات قوي. إنما كان بيحاول الفيلم يتجنب ده بالمشاكل اللي بتعملها طليقة عيسى، فالإيقاع ابتدى يتشد شوية بعد كده. يعني هي كلها حاجات بسيطة وممكن تكون في سلبيات، لكن بمنتهى الصراحة سلبيات ممكن أكون ما خدتش بالي منها، أو ممكن تعدي عليا حتى لو شفتها، لأن تجربة الفيلم بشكل عام وأنا بتفرج تجربة حلوة، وبالتالي ما فيش حاجة ممكن تخليني أفصل منها. خصوصا إن الفيلم حتى لو فيه بعض السلبيات هو اداني قصادها مكافآت كتيرة جدا خلتني أنسى أي حاجة وأركز فعلا إن الفيلم ده حلو. ولما هتكلم عن الموضوع ده يبقى لازم أروح لرسائل الفيلم. الفيلم ده قدر بكل صراحة يناقش أكتر من حاجة. يعني قدر يناقش فكرة مهمة بتحصل لكل الناس، هي إنك تستخبى عن الدنيا وعن أحلامك، وساعات بتستخبى من الفرحة. في مشهد وهو عيسى عنده 18 سنة بيكلم نسخته الحالية وهو عنده 36 سنة عن طريق الفيديو، فالنسخة الصغيرة بتقول له بعتاب إيه اللي حصل لك وليه اخترت تبقى كئيب زي الكبار. المفاجأة ما كانتش في السؤال، المفاجأة كانت في الإجابة. رد بكل ثقة عشان ده النضوج، وده فخ إنك تستخبى في زون النضوج، فتستخبى من نفسك وتقطع من روحك حتة حتة وإنت بتقول ده عقل أو نضج، فتبدأ تتحول لحد مش شبهك، حد تاني شبه نسخ كتيرة موجودة بين الناس، كلها ظهرت عشان بنقول إن ده عقل. فتستخبى من أحلامك وتقول ده نضج، وتستخبى من إنك تعيش حياتك وتقول ده نضج، تستخبى في اختيارات مش شبهك وتقول أصل ده نضج، والنتيجة إنك بتتحول وتتغير لنسخة تاني. وإنت 18 سنة ممكن تبقى طايش مجنون شوية، بس بتبقى نفسك. بس في ناس كل ما بتكبر بتقطع حتة من نفسها وتقول ده عقل، فنتحول لنسخة مش شبهنا واحنا صغيرين. الفيلم بيخلي كل واحد يقف قدام نفسه ويسأل، لو أنا اتكلمت مع نفسي لما كنت 18 سنة هلاقي نفسي اتغيرت ازاي؟ وهلاقي نفسي راضي عن اللي بقيت فيه؟ احنا لما بنكبر بنعقل، مخنا بيكبر وبنتغير، بس للأسف بدل ما نخليه يكبر في اختياراتنا وأفكارنا بنخليه يكبر إنه يحولنا لنسخة شبه كل الناس. نسخة ممكن تكون ما بتعرفش تختار إلا اختيار واحد، إنها تتجنب الخوف وتتجنب المخاطرة، ونحط لده اسم شيك، النضج، عشان نقتنع إن ده الصح. انت عقلك بيكبر عشان تكون قد اختياراتك، مش عشان تخاف تختار، عشان تجري ورا أحلامك مش تجري منها وتكتشف بعد سنين إنك جريت في تراك مش بتاعك، جريت ورا إن لازم تتجوز أو إن لازم تشتغل الشغلانة دي أو إنك لازم تعمل حاجات معينة عشان سنك، وفي الآخر بتلاقي إن كل اللي بيعمل كده ده مش انت، وتلاقي نفسك بتسأل سؤال، هو أنا عارف نفسي بجد؟ سؤال بنقف قدامه وبنقف عنده كتير، وعشان نجاوبه لازم نتعلم إننا نختار لنفسنا، مش نختار عشان خايفين من اللي الناس هتقوله عننا. وبرضه الفيلم بيلمس قوي فكرة إننا ساعات بنضيع عمرنا في الزعل،
بنسيب مواقف أو أشخاص تاخد مننا طاقة وراحة بال وتخلي روحنا تتاكل. فالفيلم بعت رسالة إن التسامح مهم، مش عشان الناس، ده عشان نفسك. زعلك ورغبتك في الانتقام هتخليك بتضيع من حياتك، هتخليك مش عارف تعيش. عشان كده لازم تسامح عشان عمرك ما يضيعش على زعل. وآخر رسالة حطها الفيلم كانت الحلم. كل واحد عنده حلم، بس بيحتاج ولو شخص واحد يكون جنبه مؤمن بيه ومصدقه. الحب والاهتمام والتقدير ممكن يغيروا حياة بني آدم. وحتى الرسالة دي مرتبطة برسالة إنك تستخبى من أحلامك، عشان الرسالة دي بتقولك ما تستخباش من حلمك، اجري وراه، ولو مش قادر توصل له ربنا هيبعت لك حد يبقى مؤمن بيك ويزقك لحلمك. ولو انت لقيت حد عنده حلم صدق فيه، وخليك انت البنزين اللي بيخليه يكمل. الحلم هيخليك تعيش، ولو ما عندكش حلم ادي غيرك سبب انه يعيش. الفيلم في الرسائل دي عمل حاجة كويسة، انه ما قدمش حلول سحرية. هو قالك ببساطة واجه، ما تهربش، اتصالح مع نفسك الأول وراجع خلافاتك، حاول تصلح اللي تقدر عليه، بس ما تقفش ساكت وتسيب الدنيا تتهد، وما تخليش الوقت يجري وانت ما بتعملش حاجة. الفيلم كمان اتكلم بشكل إنساني جدا عن مرضى التصلب المتعدد، وهو مرض مناعي مزمن ملوش علاج، وفيه الجسم بيهاجم الغطاء الواقي للأعصاب وبالتالي بتتلف، ومع الوقت بيفقد المريض جزء من الأعصاب، وإزاي مرض زي ده ممكن يأثر على الحالة النفسية للمريض. التناول كان إنساني جدا، وبرضه جواه رسالة إنك ما تستسلمش. فيلم إزمة من أكتر الأفلام اللي تلمسك من جوه في حاجات كتير، لأنه ما كانش مجرد فيلم، ده رسالة إنك تحلم وتصدق نفسك وتصدق في غيرك، وتتصالح مع نفسك ومع اللي حواليك، وما تسيبش أي حاجة مهما كانت تسرق عمرك. فيلم مليان مشاعر، ومش مشاعر حب وبس، دي مشاعر عن الإنسان نفسه وعن أفكاره واختياراته، وده اللي ادى الفيلم تقل كبير وخلاه فعلا فيلم مهم وفيلم قابل للمشاهدة أكتر من مرة، لأن في كل مرة ممكن تكتشف رسالة تاني، ولأنه بيديك جرعة عالية من الأمل هتحس بعدها إنك تقدر تعمل حاجات كتيرة في حياتك. تقييمي لفيلم إزمة هو 8.5/10. الفيلم ممتع جدا، كل عناصره جميلة، فيه مشاعر حلوة ورسائل حلوة، وهتخرج منه فعلا حاسس إنه لمس قلبك، وكل عناصره زي ما قلت بتقول إن ده فيلم سينما. دي كده كانت مراجعتي لفيلم إزمة. مناقشة الحلقة بقى إيه أكتر فيلم شفتوه حسيتوا إنه فعلا أثر فيكوا واداكوا أمل في الحياة؟ مستني مشاركاتكم في الكومنتس على اليوتيوب، وتابعوني على فيسبوك، تيك توك، انستجرام، عادل أبو الفضل. ولو عجبتك الحلقة خليك شريك فيها بشير ولايك وسبسكرايب، واستنوني في الحلقات اللي جاية من الكتابة فكرة. والسلام عليكم.